ارتفاع بالأسعار بالنسبة للمواد الغذائية والخضار بالنسبة للحوم. والله يعني قلت لك غلاء الاسعار، الناس العام قبلها كان يطلع الناس تطلع ورا الفطور تقعد بمطعم وبكافيه بهذا، هسه ارتفاع الاسعار ما يخلي العائله تقدر تتحرك بسهوله. بس الدولار صعد اللي هو اثر على المواد. هسه احنا مثلا محلاتنا بالشورجه هم اثر علينا المواد، الملابس، من يصعد الدولار ياثر على كل السلع.